مشاهدينا بنرحب بيكم حلقه جديده وتبسيط العلوم. وصلنا معاكم لاستكمال سلسله حلقات خاصه بالنباتات. يمكن هنتكلم في حلقتنا النهارده عن النباتات المستنبته. هنتكلم عن ماذا نعني بكلمه النبات المستنبت، هنتكلم على فوائده، هنتكلم على طرق زراعته، هنتكلم ايضا على طريقه التسويق الخاصه بالنبات المستنبت. كل المعلومات الخاصه بتبسيط علمنا النهارده عن النباتات يحدثنا عنها دكتور خالد عبد العزيز عياد، استاذ بمركز البحوث الزراعيه. اهلا بيك يا دكتور معانا. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك دكتور خالد. في البدايه حابين نعرف كلمه مستنبت، ماذا نعني بكلمه مستنبت؟ مستنبت يعني ايه؟ يعني بتحط البذره في ميه، تمام، بدل ما تحطيها في الارض تقوم البذره بتتشق وتطلع منها جزير كده، روتلت يعني جزير. تمام. وهنا الاستنبات، وبيبتدي بقى يطلع مجموع جذري، جذور بتبقى في الميه، عايمه في الميه، والميه دي ممكن نحط فيها المواد السماديه بتاعتنا او ما نحطش، ويطلع مجموع خضري. كل النباتات تصلح انها تتعمل بنفس الطريقه دي ولا في نباتات متعارف عليها؟ معظم النباتات النيجيليه صالحه لده، زي الشعير، زي الفول، الحلبه، كتير قوي. يعني نباتات البصل ممكن، وطبعا مش نبات نيجيلي بس يعتبر يصلح. تحط بصله كده فتطلع بصل اخضر جميل جدا، حاجه جميله هايله، ولها فوائد صحيه طبعا. تمام. انت عارفه الفائده الصحيه كمان في الطاقه. يعني حضرتك لما تيجي تزرعي حاجه، مجرد ما تزرعيها وتنتج الحاجه دي، تطلع زرع وتاكليها، ده بيقول لك ده طاقه بتاخديها كل يوم الصبح. يعني كل يوم الصبح قبل ما تفطري تاخدي حاجه من اللي انت زرعتيها بايدك، وتاخديها كانك بتدخلي جوه جسمك طاقه غير عاديه. فشيء ممتع يعني. تمام. لو حبينا نتكلم على طريقه او خطوات زراعتها لاي حد بيتابعنا ممكن يعمل الشكل ده في البيت، يعني لو يبقى مكان قد ايه او يجيب حاجه حوالي مساحتها قد ايه تحديدا عشان يقوم بزراعه النبات المستنبته؟ بص حضرتك، هو طبعا ولا حسب الكميه والشكل اللي هو عايزه؟ لا، هي حسب السكيل. يعني انا هكلمك على السكيل الصغير والناس كلها عارفاها، وده ابسط احنا عايزين نتكلم عنه. ده الابسط. ان النهارده مثلا زمان كانوا بيعملوها في المدرسه، ان احنا نجيب الحلبه ونجيب قطنه ونحطها على طبق ونبل الطبق ده ميه ونفرش او ننصر عليها بذور الحلبه دي، بعدين بتطلع لنا حلبه بناكلها. ده الاستنبات. تعالي بقى نقلبها بالشعير. طب ليه احنا عملنا شعير؟ قال لك والله انا الشعير دوت انا هستعمله او هيخش ايجنت او عنصر من عناصر العليقه بتاعت الحيوانات. تمام. عندنا في مصر في مشكله في العلائق غليت، بنستوردها. فجي دلوقتي والبرسيم كمان ما بقتش تزرع قوي، فقال لك والله احنا عايزين ناخد المساحه صغيره ونزرع فيها كميه تعادل. يعني ممكن مثلا مكان زي مكان الاستوديو ده يعادل مثلا حوالي 4 فدان. تمام. ان انا اعمل صواني فوق بعضها، هذه الصواني ليها درجه حراره معينه وليها رطوبه معينه، الموضوع مش صعب جدا. وبعدين انصر الشعير على الصينيه ديت. طبعا قبل ما اجيب الشعير لازم طبعا اجيب الشعير من مصدر موثوق منه، الشعير يكون نظيف. وبعد كده ببتدي اغسله وبحط له مثلا كلور عشان يزيل اي حاجات فيه، وبعدين ارجع اغسله تاني عشان اشيل اثار الكلور. وبعد كده بجيب صينيه عاديه بتبقى من الحديد المجلفن، صاج يعني. وبعدين بروح فارش القمح عليها، مساحه صغيره كده. تمام. جميل. واروح فوقها خرطوم معين بوصله بموتور. طبعا انا بزرع صفوف، يعني بعملها كده صفوف. الناس تتخيل معانا صينيه بتبقى متر في نص متر مثلا، او نص متر في ربع متر حسب ما هو عايز. وبعدين الصينيه دي او التريه ديت حوالي 5 6 صواني فوق بعض، وبعدين صواني حسب مساحه الاوضه اللي عندك. تمام. جميل. بتبقى ما تكونش درجه حراره الاوضه عاليه، درجه حراره الاوضه معقوله. وممكن نحط فيها مكيف او ما نحطش فيها مكيف. تمام. يعني لو انا عايز اقلل التكييف، لو انا عايز اعمل على السكيل عادي يبقى انا هعمل مكيف درجه حراره معينه واظبط درجه بحيث درجه حراره الغرفه دايما تبقى 27 28. مفيش مشكله. ممكن شويه مراوح او بلاش مراوح خالص. تمام. تبقى مثلا في الدور الارضي، ما تبقاش في الدور اللي فوق السطوح. يعني انا عندي مثلا 3 ادوار، لا اعملها في الدور الارضي. تمام. بس يخش لها شمس، مهم قوي. يخش لها اضاءه، لان عشان يعمل بناء ضوئي. تمام. ما انا هعملها ازاي؟ تمام. خش اضاءه معينه، حاجات كده. بفرش الشعير دوت في البتاع دوت في التري ده. وبعد كده بروح موصل بخرطوم. طبعا انا مش لما يكون عندي صواني كتير مش كل يوم هرش بايدي، انما بوصل ده بخراطيم زي الخراطيم اللي هو ماشيه في الارض قريب التنقيط. وبعدين برويها كل يوم، وبعدي كده كل يوم اشوف مبلله ومش مبلله. تمام. بتديني انتاج بعد قد ايه؟ بعد 10 ايام.
10 ايام بروح الحبوب دي كلها الملزوقه في بعض خلاص بتعمليها عامله زي ايه؟ شفتي بالظبط لما تيجي تزرعي نجيله في الارض بتزرعي بالروله. لا عارفه الروله؟ تمام. شفت الروله بيزرعوا بيها؟ كان زمان بنزرع بالبذور، البرمودا والجازون والحاجات دي كلها. دلوقتي بتشتري روله نجيله. تمام. عارفاها حضرتك؟ جميل. هي تبقى عامله زي الروله بالظبط كده. باخدها الروله دي شوف طبعا بتعادل الصف منها يعادل مثلا فدان ولا حاجه. تمام. باخد الشعير ده بروح مدخله فين؟ في خراطه، مخرطه، تروح خرطلي ايه؟ الشعير ده، البلاطه الكبيره اللي هتطلع دي او الروله الكبيره، بروح مقطعها مدخلها في المخرطه، بتطلع لي شويه حاجات بتبقى عنصر من عناصر العليقه بتاعه المشيه. وبكده انا حليت جزء كبير قوي 25% من عليقه المشيه ببلاش. تمام. طب الفوائد الخاصه بالنباتات المستنبته؟ جميل. ما هو ده نوع من انواع النباتات المستنبته اللي انا بستخدمها كعلف. تمام. ممكن انا اعمل نبات مستنبته زي لو في البيت ايه مدى الاستفاده؟ يعني مثلا انا لو جبت فول وابتدي زرعته وخدت الفول نفسه بقيت اكله كده. على فكره في ناس ما تعرفش ان زمان كانوا بياكلوا الاكل بدون طهي. احنا النهارده لما بنطهي الاكل نفسه فايدته بتقل كثيرا، يعني زي السبانخ مثلا كتير في دول غير مصر او معظمنا بيحبها كده، بياكلها وهي لونها اخضر قبل ما تطهى وتتطبخ. هو ده الصح. انا دلوقتي انا لما بطهوها اولا عشان الناس تتخيل معايا، البذره نفسها او الاكل نفسه فيه سولوبل، فيه ميه. الميه دي بيبقى عاين فيها فيتامينز وعاين فيها مواد انتي اوكسيدنت وعاين فيها حاجات كتير جدا. انا لما باخدها بغليها بقتل الفيتامين اللي فيها، سلسله الفيتامين بتتقطع. في ناس يقول لك خد الليمون مغلي. حبيبي خد الليمون مغلي ايه؟ ما الليمون لو فيه فيتامين سي، فيتامين سي عباره عن كربون وفيه ذرات كده، انت بتكسر الفيتامين ده ما بقاش فيتامين. مجرد ما السلسله اتكسرت. يعني الصح يتاكل كده الليمون والخضروات والفاكهه هتتاكل زي ما هي. لو انت عندك برد خد الليمون قرقشه. خد القرنبيط. انا شخصيا باكل القرنبيط زي ما هو كده قبل ما يطيب البتاع ده، اجيب لي مثلا نص قرنبيطه واروح واكلها او ضاربها في السلطه او مخللها. تمام. فاهم حضرتك؟ ده فايده. لكن طهي القرنبيط بيضيع فايدته كتير. طهي اي حاجه. جبت مثلا السبانخ فيه حديد، طهيتيه خلاص ماشي حديد. جبت الكوسه، اي عنصر نبات في الدنيا معمول نبات. على فكره النبات ده احنا مثلا بنحتاج الكالسيوم، النبات بيحتاج نفس الكالسيوم اللي فيه. في عناصر تثبط عناصر. يعني مثلا لما كنا اتكلمنا على الحاجات ايه نباتات طبيه اللي ممكن تضرني، يعني مثلا في عنصر من العناصر الاملاح المعدنيه تثبط عنصر. تمام. وفي عنصر ينشط عنصر. تمام. فما تاخديش العشوائي. طب انا اعرفها منين؟ كل حاجه بمعدل تبقى خضراء. تمام. فاهم حضرتك؟ فجسمك النبات العناصر الغذائيه والفيتامين اللي محتاجها النبات هي بنفس الكميه اللي محتاجها جسم الانسان. فانا طبعا لما اجي اطهيه انا بضيع حاجات وبعلي حاجات. ممكن الحاجات اللي انا بعملها دي تثبط حاجات عندي. انما لو كلتها زي ما هي من الارض وكلتها واستطعمت ده قمه الفايده. تمام. ده ممكن تبقى علاج كمان ليه، لان انا ممكن يكون علاجي مرض معين سببه الاساسي نقص فيتامينز. كلام سليم. سببه الاساسي نقص عنصر كربون. وده في كل النباتات، مش بنخص نبات معين. في كل الخضروات الموجوده في السوق، ده في كل الفاكهه اللي موجوده من حقنا نتعامل معاها بالطريقه دي. انا هديكي بقى حاجه بقى للساده المشاهدين ويمكن ما حدش قالها قبل كده. لو طهينا حاجاتنا بحاجه اسمها الووترليس. احنا اتكلمنا على السولوبل، انا بتكلم دلوقتي حضرتك يعني البخار مثلا. لا البخار، ما البخار ده بيخش على الصغور الماده وبيطلع منها الميه. تمام. لا ووترليس يعني ايه؟ يعني هجيب حله ستانلس واحط فيها الكوسه بتاعتي، الخضار بتاعتي، مش عارف ايه بتاعي اللي انا عايز اعمله، واطهيها بيه. هتقولي ما هتتحرق او لا مش هتتحرق. مش احنا اتفقنا النبات ده جواه ميه؟ جميل جدا. انت بتضيفي ميه ليه عليه؟ ما تخليه بالميه بتاعته. تمام. ونفس اللحمه بتضيفي عليها ميه ليه؟ ما تحطيها بالميه بتاعتها تستوي بالميه بتاعتها. وحط الخضار ده كله مع اللحمه بالميه بتاعته. لو هي طبعا اللحمه مثلا فيها ميه حطيها الحاجات دي كلها. واول ما تطهي كده وتطلع بخار يحط عليها الليد او اسمها ايه الليد؟ الغطا ده. واخد بال حضرتك؟ وتسيبيها كده لغايه لما تشم البخار وتطلعيها، هي هتطهو نفسها بنفسها من غير ميه ومن غير نار. تمام. يعني انا حطيتها ودي طريقه صحيه فيها فايده لكل الاكل هيطلع اخضر. يعني انت هتاخدي الكوسه هتلاقيها خضراء، الحاجات اللي هتلاقيها خضراء بصحتها. هي الحاجات لو اتلونت، يعني هي الحاجه اللي تجيبيها خضراء، لو بهتت لونها اعرفي ان فايدتها قلت. ما هي الليد ده لونها ايه؟
كيراتين مع فيتامينز مع بعض العناصر بتديها اللون الاخضر ده. تمام. فمجرد بهتت لونها اعرفي انك انت فقدتي كل العناصر الغذائيه المهمه دي. طيب ايه الفرق ما بين الشعير المستنبت والشعير العادي او النبات المستنبت والنبات العادي؟ الشعير المستنبت اللي انا بستنبته بالطريقه اللي قلت لك عليها، انها في ميه اسمها هيدروبونيك، بزرعه في ميه، انما التاني بزرعه في الارض. تمام. اللي بزرعه في الارض انا بحط نبات في جوه او بزرعه نصر. طب احنا هنكمل اجابتنا على سؤالنا الفرق ما بينهم، بس معانا ده ده هو ده شعير متعلق مستنبت. لنا اهي بقى بصوا حضرتك الصينيه بقى اهي، ده كويس ان معانا الفيديو ده، حاجه جميله جدا. اهي دي حطيت طبعا البذور كلها اللي هي الصفرة دي، تمام، واتحولت لاخضر كده بعد فتره معينه، اهي اسبوع 10 ايام. شفت الرول حضرتك دي؟ تمام. كل ده بقى هو مستنبت، اهي رول اهي اهي. لو نثبت عندها الراجل مطلع الروله، كل ده اللي هو البذور اللي تحته ده بذور تحولت الى نبات اخضر. تمام. اصبحت روله كبيره اهي. انا باخد الروله دي ببتدي اكسرها في كساره وابتدي تبقى عنصر من عناصر العليقه اللي عندي. لو هنجري بقى الفيديو، هو شوف حاطط صواني ايه، صواني فوق بعضها. ده طبعا في اوضه صغيره جدا. شايف الروله بقى شكلها ايه؟ تمام. روله هو حاطط بذور في الاخر. يا ريت هو يكون عنده بقى يبتدي الموضوع من اول، عشان الساده المشاهدين يشوفوا الموضوع ماشي زي من الاول. صواني. انا النهارده لا محتاج ارض ولا محتاج حاجه، ممكن في غرفه البيت اعمل ده واكيفها درجه حراره في منزل في اي حته تكون تمام. متهويه. ممكن يبقى عندي الشعير ده اهي. شايفه كل دي بذور اهي، كانت البذور تحولت الى جذور. دي جذور بتاعه النبات اللي فوق من غير لا تربه ولا اي حاجه، مجرد ميه محطوطه. الصينيه دي انا حاطط فيها بذور، والبذور بقعد ارويها او الميه جواها، وبعدين البذور تتحول تنبت تحول لجذور، وبعدين تتحول لمجموع خضري وتتحول زي ما حضرتك شفتيه. وممكن بقى كل اسبوع اخد الصواني دي ابتدي اكسرها او احطها في الثلاجه او اروح ابيعها سيان وابتدي اجددها. فلوس داخله كل اسبوع. مره ثانيه بقى. طبعا فلوس داخله كل اسبوع في مساحه صغيره جدا. وبعدين الانتاج دوت طبعا بيعادل 3-4 مرات انتاج الارض. تمام. فشيء جميل جدا. وزي ما بقول لك طبعا الخطوات. طب ازاي بيعادل انتاج الارض؟ يعني عمرك ما شفتي مثلا لو انا زرعت شعير في ارض هيديني المساحه كلها كده؟ لا طبعا. لا مش هيديني المساحه، هتبقى في حاجات ما نبتتش، في جوره فيها ميه زياده بوظت البذره، في حاجات كتير، في اسباب، في حاجات. انما شوفي دي اوضه مثلا من الاوض هو مكيفها. طبعا هي دي غاليه شويه بس للناس اللي بيتاجروا على سكيل عالي قوي. ادي اوضه مكيفه فيها الميه بتاعتها، عامله زي عربيه كده كرفان بيزرع فيها، جواها بقى زرع فيها الحاجات دي كلها. تمام. عاملها هو في الاوضه واثبتها ومقفلها، وبعدين يبتدي يزرع فيها، وبعدين كل اسبوع ياخد المحصول بتاعته. تقريبا هو كل يوم بقى مش كل اسبوع، لان في حاجات بتعمل وبيطلعها. كل يوم بيبيع وكل يوم داخل له فلوس، كل يوم داخل له فلوس. فطبعا مشروع ناجح جدا، كل الناس ممكن تعمله في البيت. ايه المشكله؟ وطبعا ده يعني احنا شايفين دوت راجل مزارع لابس جلابيه، راجل مزارع. هو عامله ليه؟ لانه عنده عجول او موجود في حته، الحته دي فيها ماشيه وفيها مزارع محتاجه لده. ممكن يبقى يعني بيساعده من الناحيه الاقتصاديه. بيساعده وبعدين بيوفر تكلفته. تمام. لانه النهارده انا هشتري الشعير ده بفلوس، طب انا ازرعه عندي ويبقى ارخص. فاهمه حضرتك؟ فطبعا حاجه جميله جدا. وممكن على فكره ان انا ازرع مثلا حلبه بالشكل ده. تمام. وبيعها للناس، يعني الناس اللي كانوا بيبيعوا لنا حلبه واحنا ماشيين في المدارس وحاجات زي كده وفي اكياس، مش بتشوفي حاجه زي كده؟ تمام. ما هي حلبه مستنبته بيعملوها بالطريقه ديت، بس مش محتاجه اي تكلفه، وبعدين يعبوها في اكياس ويحطوها في الثلاجه وينزلوا يبيعوها بقى في السوبر ماركت. حاجه جميله جدا. وليها فايده طبعا كبيره جدا. طبعا الحاجات المستنبته اللي بصي، الحاجات المستنبته الطبيعيه اقرب للطبيعه فبتساعد وبتدي طاقه. فايده في صحه يعني احنا زمان كانوا نروح نجيب اللبن العادي دوت عند بتاع العصير، كانوا بيبيعوا لبن ويبيعوا لنا الشعير، ناكل ده وده كنا زي الفل يعني. تمام. طيب دكتور، الفايده الاقتصاديه اللي بتعود على الفرد وعلى المجتمع بشكل عام، لو بدانا يبقى في شكل جديد للنبات المستنبت في حياتنا، بدانا نعمل مشروعات خاصه بالنبات المستنبت، بدانا ان هو يكون موجود في حياتنا بشكل عام، سواء كان في البيوت او على سكيل ضيق زي ما حضرتك قلت، او في مساحات كبيره زي ما حضرتك قلت سكيل اوسع. بصي يعني انا بقول دلوقتي ممكن واحد يكون سامعنا ويقول لك انا هخش دلوقتي اجيب شويه فول على شويه حلب على شويه حاجات ديت واعملها واعبيها في اكياس وانزل ابيعها. الراجل ده هيكسب. ليه؟ لانه بيخلق الاحتياج عند شريحه معينه من الناس. تمام. انها تاخد الحاجات تشتريها منه. وبعدين تبص زي بالظبط ايه؟ عيش المحلب مثلا اللي احنا مثلا ماشيين بالعربيه ما بنلاقوش في اي حته. انما ممكن ابقى ماشي بالعربيه في حته كده عشان نجيب من الراجل بتاع العيش ما اعرفش اسمه محلب ولا اسمه ايه. تمام. حاجه كده عيش كده ونقعد نقزقزه. السميط
مع ان الراجل ايده بيبقى يعني معلش قذر ولا حاجه، بس الواحد يروح جايب سميته لانه عايز سميته. في حاجات معينه احيانا بنشتاق ليها زيها زي الشعير المستنبت او النباتات المستنبته. فتخيل الحاجات دي لو تتباع من السوبر ماركت تلاقي مثلا تاخديها في اقبال عليها، يعني هي تعود على الفرد بفايده اقتصاديه، طعمها حلو وفيها صحه. ولو يطلع بقى ناس يتكلموا على فوائدها، ان انا كل يوم الصبح بدل ما اكل مثلا فول وبتاع وتعمل لي اسيديتي وحموضه وحاجات زي كده، لا املاها شعير مستنبت، املاها حلبه مستنبته، هتديني شبع لانها طبعا الياف وفي نفس الوقت طاقه، وهتخفض الوزن او هتنزل الوزن. حاجه جميله، يا ريت والله الموضوع ده لان محتاج انا فعلا يعني. تمام. يعني حضرتك تقصد ان انا لو كترنا من النباتات المستنبته دي هتساعد على ان الوزن يكون قليل والصحه اكتر، دي فايدتها بالنسبه للفرد. طب من الناحيه الاقتصاديه على المجتمع، هل هيكون في دخل اكبر لو استغلينا الموضوع ده وبقى في مشروعات خاصه بالنباتات المستنبته؟ هتحل مشكله كبيره. يعني بصي، احنا مشكلتنا في مصر حاجه، ان انا النهارده لو رحت عملت الموضوع ده وحالتي الاقتصاديه بقت تعبانه وقلت الله طب انا بتكلم في الحلبه المستنبته، طب ما اروح اعملها يعني او حضرتك مثلا ابص الاقي تاني يوم عامله فاتحه مشروع كبير جدا، الشعير المستنبت الاستاذه غاده ممكن، فتبص تلاقي بقى واحد تاني بص لك بحقد جدا، ايه اللي بتكسب؟ طب ما انا اعملها، ويبتدي ينافسك في السوق بتاعك. هي دي المشكله. مشكلتنا في مصر ثقافه مجتمع، انما تخيلي لو كل واحد ابتدى دور له على سوق، افتحي اسواق ثانيه، تمام، فهتلاقي المجتمع اللي هو موضوع التسويق. ما هي التسويق انت بتدوري على سوق، مش شرط ان احنا الاثنين 3 4 في مساحه صغيره ولسه ما خلقناش الاحتياج عند الناس انها تشتري الحاجات بتاعتنا. طب ايه اوجه التسويق الخاصه بالنباتات المستنبته؟ يعني انا لو هعمل مشروع زي ده اسوقه ازاي؟ عند سوبر ماركت، تمام. ممكن يبقى مثلا عند بتوع العصير، ان انا انتج منتجات يحطوها حاجات كده، ان انا مدي مثلا بضاعه امانه، خد يا عم بيع، والراجل يقول لك مثلا الناس تاكلها يقول لك ده جميل، طب هات لي 3 4 اكياس. ممكن مع بائع جائلين بس يكون منظرهم حلو، يعني نفسي البائع جائلين يبقوا لابسين زي ممتاز كده، نوع من انواع الجمال، انا هبقى فرحان اللي بشتري منهم. صحيح. يعني انا على فكره ساعات بشتري مناديل وانا مش محتاجها، لان اللي بيبيع المناديل شكله جميل فبقى فرحان. فتخيل اللي بيبيع لك حاجه كده كل يوم الصبح سايق عربيتك ولقيتي بنتي جميله كده او ولد شكله نظيف كده بيقول لك الشعير الصباح، اشتري منه 3 4 حاجات وتهدي زمايلك. تيجي التلفزيون تفرقي، ده شغل وتسويق. صحيح. انت فاهمه جايباه منين؟ والله من الراجل بتاع الاشاره ديت. هي ثقافه مجتمع. يعني موضوع التسويق هينتشر يعني بالتاكيد، لان بتعملي حاجه حلوه والناس لقيتها كويسه، عايزين يجربوا، تتباع فين؟ والنبي بهات لنا، والنبي بهات لي. طيب هل مركز البحوث الزراعيه ليه دور في تنشيط هذا الموضوع من النباتات المستنبته زي ما احنا قلنا، ان هو يشجع الموضوع ده؟ هل في جديد؟ والله هو ملوش دور اقتصادي او تسويقي، مش من الناحيه الاقتصاديه والتسويقيه، ان يكون في جديد، في تحفيز، ان يكون في الموضوع ده موجود في مجتمعنا. ما هو بصي المراكز البحوث ملهاش علاقه بخلق الاحتياج عند المجتمع. تمام. مراكز البحوث المعنيه، ولو عملت كده تبقى غلطانه. مراكز البحوث معنيه بان انا اعمل بحوث، ومعنيه ان انا اعمل مؤتمرات او ندوات بالمشاركه بالمجتمع المدني او اي حد اشرح ده. ولو الناس دي محتاجه خبره ملزوم ان انا ادربها عندي، ادربها عندي، او الناس دي ان انا ابعت حاجات ناس تدربها، او اخلق متدربين ادرب المتدربين، والمتدربين دول يروحوا يدربوا. انما انا اسوق، هو طبعا في بعض الحاجات زي وحدات ذات طابع خاص بتعمل تسويق، انا رافض الموضوع ده، لان وحدات ذات طابع خاص دي بتبقى حاجات مش كويسه، وليها طبعا بتعود لو عادت بالنفع المادي بتضيع حاجات جنبها كده بغض النظر ايه هي. انما دور البحث العلمي هو بحث علمي. تمام. انما انه يبيع ويشتري ويتعمل وحدات ذات طابع خاص وحاجات زي كده انا شخصيا رافضها يعني. البيئه المناسبه للنباتات المستنبته بشكل عام طول السنه في اي حته، يعني مثلا البرد ينفع ازرع فيه اللي حضرتك اتكلمت عنه، حلبه، فول، ولا الصيف افضل، ولا الربيع، ولا الخريف؟ ما انا بقول لحضرتك دلوقتي انا بزرعها فين يا فندم؟ مش جوه البيت؟ احيانا بتبقى جوه البيت. جميل قوي، جوه البيت ده انا مش اقدر اتحكم في درجه حرارته. نعم. جميل قوي، يعني مش ممكن اجيب سخان ب 100 جنيه وما اعرفش بقى بكام دلوقتي واحطها في الغرفه او حاجه سخانات واجبرها، مش ممكن اجيب مثلا تكييف معين ازود درجه حراره. اذا انا بدل بعملها في صوبه او بعملها في بيت زي العربيه اللي احنا شفناها في الفيلم، دي عربيه مجهزه. ايوه، انا اقصد ان كل النباتات بتحتاج يعني درجه معينه، ولا بيختلف من نبات لاخر؟ كل النباتات تقريبا واحد. الاستنبات واحد، بدل هستنبتها جوه البيت احتياجاتها واحد. تمام. واحتياجاتها السماديه بدل جوه الهيدروبونيك يعني جوه ميه احتياجاتها واحد. تمام حضرتك؟ وبعدين الحاجات دي كلها ما بتحتاجش تسميد على فكره.
يعني ما اقدرش احط مثلا مواد سماديه جوه الميه بتاع، مش احتياجاتها كتير. تمام. انت فاهم حضرتك؟ الا اذا كنت انا عايز بقى ايه، اعلي الحجم، وانا مش محتاج الحجم في حاجه، انا محتاجه الحجم اللي هو 3 سم اللي انا بالنسبه للشعير المستنبت ان انا اكسره. وبالنسبه برضو للحلبه انا محتاج برضو حجمها يبقى قد كده، بحيث انه يتحط في كيس، ان انا اقطع ده وتحط في كيس. لكن مش محتاجه اسيبها تكبر بشكل اكبر من كده، هي ممكن تكبر اكتر من كده. ممكن ده، بس هي طبعا هتكبر. هو في بروبورشنال او نسبه وتناسب بين المجموع الجذري وبين المجموع الخضري. تمام. فانا حاططها في صينيه قد كده، فبالتالي المجموع الجذري محدد المجموع الخضري. انت فاهم حضرتك؟ الا بقى اذا كان مثلا حاططها في حاجه كبيره تاخد وقت اكتر وانا مش محتاج ده. هل بتغطى بحاجه معينه حفاظا عليها خالص. الاهتمام بيها في الفتره اللي هي بتبتدي يبقى فيه نبات بتنبت يعني بدايه من اليوم الاول لليوم السابع او الثامن؟ قصدك كفر كده تحط فيها؟ ولا لا حفاظا عليها، ولا هي بتترك في شكل البيت بتترك في جو الاوضه؟ بتترك في جو الاوضه كده عادي، ما بتتغطاش زي المشروم. اللي بتعمل ده المشروم عيش الغراب اللي لازم اغطيه واعمل له، ان المشروم فطر محتاج درجه حراره معينه عشان يبتدي ينشط. تمام. انما ده لا، مش محتاج، في جو الغرفه عادي جدا. اقصى حاجه لو الدنيا برد بدل اسبوع هيبقى 10 ايام، المده هتزيد. تمام. يعني في البرد هو محتاج درجه اقل شويه. في البرد الدنيا هتزيد شويه، يعني بدل مثلا ما بيدي لي انتاج كل مثلا 10 ايام هيديني انتاج كل 14 يوم 15 يوم. هتزود شويه. الموضوع لو اتعمل زي ما حضرتك قلت يعني على سكيل بسيط زي ما قلنا الشباب، ويمكن حضرتك قلت الموضوع ممكن اي حد يعمله ويستفيد منه من الناحيه الماديه، هل ممكن يبقى بسيط، تكلفته بسيطه وتسويقه اسرع وفي فيدباك ليه او بيضر بدخل في فتره بسيطه؟ والله يا فندم لو الناس ابتدت في الارياف حتى او المنطقه الحضريه القريبه من المدن. انما طب هو ليه الموضوع قل شويه؟ كنا كتير زي ما حضرتك ذكرت في بدايه الحلقه ان كنا زمان يعني الموضوع كله النباتات المستنبته دي كنا بنبقى قائمين عليها في حياتنا في البيت، اهالينا بيعملوها، بنشتريها، بتحسسنا بالشبع. ليه الموضوع قل، ما بقاش فيه اهتمام بالنبات المستنبت؟ هي ثقافه مجتمع. اولا في حاجات كتير قوي مش النبات المستنبت ضاعت من عندنا. لاننا عندنا بقى في حاجات مستهجنه كتير. تمام. وحلت محلها، فما عندناش بقاش عندنا ثقافه معينه مستدامه. الثقافه المستدامه دي يعني اقول المصريين دول من 20 سنه كانوا هم المصريين النهارده. لا، انما احنا عايزين نعود لسابع عهدنا. احنا سابع عهدنا كنا بناكل الاكل مثلا كلنا اصول ريفيه، كان بيجي لنا مثلا الاكل من البلد مش مرصوص. كنا نعمل حاجات عندنا في البيت، الناس كانت بتربي حاجات كده. فاصبحت الحاله الاقتصاديه غاليه لان احنا بعدنا عن الطبيعه. انما لو عدنا ناحيه الطبيعه اكلنا او استهلاكنا من الاكل هيقل. صحيح. اجسامنا مش هيبقى فيها امراض، لان طبعا كل الحاجات اللي هي الغير طبيعيه بتؤدي الى امراض غير طبيعيه. تمام. انت فاهم حضرتك؟ الاكل المرصوص بيبقى كله ايه؟ كله مبيدات، انت رشه مبيدات. تعالي النهارده مثلا في اي مزرعه الراجل بيرش مبيد فوسفوري عالي السميه، الليبل الاحمر، وفي نفس الوقت مثلا بيلم المحصول بتاعه وبينزله السوق. فين الرقابه اللي هنا؟ ما تنفعيش تعملي رقابه على المزارع الصغيره. تمام. انت فاهم حضرتك؟ فلو زرعينا النهارده بقى كله دوت، انا مش هقبل اكل، انا كمستهلك مش هقبل اكل او اشتري حاجه غير لما اكون عضويه ومتاكد منها. يعني انا نفسي في مصر يبقى في وحده اسمها وحده حمايه المستهلك. ابتدي بالخضار اللي بينزل والفاكهه اللي بتنزل لمين؟ للمستهلك. في مزارع كبيره على فكره اللي هي المزارع التصدير، لو ما اتبعتش القواعد العالميه وقواعد متبقيات المبيدات هتخسر ملايين. بواقي التصدير اللي بتنزل لنا جميله، انما المزارع السمراء اللي هي الحيازات الصغيره بتنزل بعبالها، ودي اللي بتسبب امراض كده. انا نفسي يبقى في كردون، وده يبقى من وزاره الزراعه في اي منطقه زراعيه. انت زارع ايه يا حبيبي؟ انا زارع طماطم او شعير او بتاع، انا هاخد منك عينه اشوف متبقيات المبيدات بتاعها ايه، لان انا هديك توصيات، رش كذا وما ترشش كذا وما تعملش كذا. الثقافه ديت لو انا عملت كده كدوله يعني ناس كتير هتصور وبتاع وهتخسر مش عارف ايه، انما بعد كام سنه الناس هتتعود، وبالتالي الناس هتطلب، هيبقى مطلب ان انا اكل عضوي. الناس هتطلب ان انا اعمل الكلام ده في بيتي. لا انا هزرع شعير، انا هزرع فول، انا هزرع مش عارف ايه، لا ده انا هجيب شويه مثلا خضار واعملهم في البيت يقضوني، وبعد كده تاخد الحاجات دي مثلا تجفف الباميه، لان الباميه ممكن ازرعها في البلكونه، ملوخيه ممكن ازرعها في البلكونه، كل الحاجات دي كلها، وتاخدها تجففها تجفيف كويس قوي، وتاخدها مثلا تعملها في الصيف الجاي او تعملها في تاكلها اكل عادي. انت فاهم حضرتك؟ الناس هتتحول انها تاكل الاكل بدون طهي. ثقافه مجتمع.
تمام. نصيحة بقى لمجتمعنا لتبسيط معلومة جميلة عن النبات المستنبت لكل الناس اللي بتتابعنا في تبسيط العلوم. انا عايز اقول للناس كلها ركز انت بتاكل ايه، ركز صحتك وتدخل جسمك ايه. يعني طول ما انت بتركز انت تدخل جسمك ايه، وان الحاجات دي مصدرها انت ما تعرفش، وممكن يكون مصدرها فيها حاجات سيئه وفيها متبقيات سيئه، حاول تصنع اكلك في بيتك. على فكره في حاجات كتير قوي زي حلاوه المولد. انا في مره طلعت قلت يا جماعه حلاوه المولد ممكن تصنعها في البيت، السمسميه والحاجات دي ممكن نعملها في البيت. لان حضرتك لو شفت حلاوه المولد دي بتتعمل ازاي في المصانع، طريقتها بسيطة حضرتك تقصد؟ شويه سمسم على شويه سكر من اللي بتعمليه بقت حلاوه المولد، وتقطعيه وتحطيه في الفريزر تقطعيه بقت حلاوه المولد. كلها على بعض كده. انما خش مصنع بقى من اللي بيتعمل في الحاجات دي كلها، هتكرهي اي حاجه تاكلها من بره. تمام. وبعد كده تحاولي تنسي عشان تتاقلمي. فانا بقول للناس حاولوا تعملوا الحاجات دي في البيت وتصنعوا كل حاجه في البيت، هتعيشوا حياه كويسه جدا. صحيح. وامراضكم حياة هتقدروا صحية. تتحكموا فيها. صحيح. طبعا. دكتور خالد عبد العزيز عياد، دكتور بمركز البحوث الزراعيه، شرفتنا ونورتنا واثرتنا بمعلومات قيمه. شكرا لك يا دكتور. ربنا يكرمك. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا من تبسيط العلوم. لسه معانا معلومات كتير ومعلومات عديده لتبسيطها. دايما انتظرونا وتبسيط العلوم.